يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة بيكاتا اللحم بالمشروم، طعمها خطير. غدا سهل وسريع شيك جدا في العزومات. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اللحمة دايبة خالص وفي نفس الوقت الصوص خفيف، طعمه خطير، هتنافسي بيها أكبر المطاعم. والتجهيز وصفتنا: هعمل تتبيلة بسيطة جدا هدهن بيها اللحمة، عبارة عن معلقة صغيرة من الملح الأبيض، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، 2 معلقة كبيرة من زيت طعام. هقلبهم مع بعض كويس. وهستخدم كيلو من اللحمة، وقطعة اللحمة دي سن. وبالفرشة هاتي مسحة من التوابل اللي جهزناها مع بعض لكل قطعة من قطع اللحمة. هقلب اللحمة على الوش التاني، وبالفرشة هديها مسحة بالتوابل. وفي طاسة غير لاصقة وعلى نار عالية هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة، معاها معلقتين كبار من زيت الطعام. وبالفرشة هوزع المادة الدهنية في الطاسة كلها، واستنى لحد ما تسخن كويس جدا، وابدأ انزل بقطع اللحمة. هسيب اللحمة والنار عالية من 3 ل 4 دقايق على الوش الأول، تاخد صدمتها، تحبس العصارة جواها وتاخد لون الشوي الجميل. هنضيف للحمة بعض المنكهات اللي تديها ريحة وطعم متميز. لو عندك روزماري فريش هتضيفي عود أو عودين، لو مش متوفر عندك هتضيفي روزماري مجفف. هنحط 3-4 ورقات لورا و3 أو 4 فصوص حبهان. هقلب اللحمة على الوش التاني والنار لسه عالية، وهسيبها من 3 ل 4 دقايق عشان برضو تاخد صدمتها ولون الشوي المميز وتحبس العصارة جواها. وهضيف للحمة لتر من المية السخنة اللي بتغلي عشان ما وقفش عملية التسوية. هدي للحمة نص تسوية مع المية اللي بتغلي كأنك بتسلويها بالظبط. هسيبها على نار عالية لمدة ربع ساعة. بعد كده هوطي النار خالص واسيب اللحمة تاخد نص تسوية على نار هادية. هسيب اللحمة على النار تكمل سواها، وابدأ اجهز مكونات صوص البيكاتا. بصلاية كبيرة في الحجم هفرمها ناعم جدا، وعندي هنا طبق من المشروم الفريش. ولو مش متوفر حواليكي مشروم فريش تقدري تستخدمي المشروم المحفوظ عادي جدا. المشروم الفريش ما بيتغسلش، بنمسحه بمنديل كويس جدا، بنمسح الكمية كلها، بنشيل الجدر بتاعها ونبدأ نمسح جوه الفراغ ده برضو بالمنديل. هجهز الكمية كلها بنفس الطريقة، وبالسكينة هبدأ أقطعها شرائح سميكة شوية. اللحمة استوت نص تسوية وشربت معظم لتر المية اللي أنا ضفته. هنقلها في حاجة تانية وافضي الطاسة، وفي نفس المكان اللي سويت فيه اللحمة هنزل بالبصلة المفرومة ناعم مع معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من زيت طعام. وعلى نار عالية هشوح البصل مع التقليب المستمر لحد ما يدبل ولونه يصفر، واضيف له فصين توم مفرومين ناعم. هشوح التوم مع البصل على النار العالية دقيقة قبل ما انزل بشرايح المشروم. هشوح المشروم على النار العالية من 4 ل5 دقايق. شوحت البصل والثوم والمشروم كويس، هوطي النار خالص اخليها شمعة، والم كل الحاجات دي على جنب كده في الطاسة. وفي الجزء اللي فضيته من الطاسة هنزل بمعلقتين كبار من الزيت، ممكن تستبدليهم بسمنة أو زبدة عادي. هضيف لهم معلقتين كبار من الدقيق. هقلب كويس جدا، خلي بالك النار لسه هادية، وهسوي دقيق من 2 ل3 دقايق مع التقليب المستمر. ايدك فيه على طول بالتقليب علشان الدقيق ما يتحرقش منك. وهدخل المكونات مع بعضها مع التقليب المستمر. هعلي النار واضيف كبشتين من مرقة سلق اللحمة بالتدريج مع التقليب المستمر عشان الدقيق ما يعملش اي تكتلات او كلاكيع. اول ما الصوص يتقل هنزل بكوباية من كريمة الطهي المنزلية، انا عاملاها في البيت. لو مش متوفر عندك كريمة طهي هننزل بكوباية حليب. هقلب كويس، واول ما الصوص يتقل هنزل بكوباية من الحليب مع التقليب المستمر. ضفت للصوص نص معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهتدوقيه تتأكدي إن ملحه مظبوط. وبكده تكوني جهزتي أحلى صوص بيكاتا. هنضيف له اللحمة النص سوا
هسيبه يغلي مع اللحمة لمدة ربع ساعة على نار عالية، وبعد كده ههدي النار خالص واسيب اللحمة والصوص يكملوا تسوية على نار هادية لمدة نص ساعة. وبصولي بقى على الصوص وجماله، صوص خفيف مش بشاميل خالص، اللحمة شاربة من نكهة الصوص. ومن جمال الوصفة دي إن ولادك هيحبوا الصوص جدا، هيحطوه على الرز الأبيض وياكلوه هيستطعموه طعمه تحفة. ولو زهقتوا من الطرق العادية لتقديم اللحمة، قدم لهم لحمة مع صوص البيكاتا، طريقة جديدة لتقديم اللحمة هتعجبهم جدا. جربيها هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.